السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة عدس. ملاحظين انتوا الفترة اللي فاتت انا بدأت اعمل شوربة العدس كتير، بس بصراحة احنا بنحبها جدا. بس النهاردة هنعملها يعني مع نكهة مختلفة شوية، هتدينا تيست رائع يا جماعة. زمان كان والدي الله يرحمه كان دايما يعمل لنا العدس، شوربة العدس بالكوارع، وكان يشغل عليها موقد نار كده. كان عامله للتدفئة جوه البيت، كان بيشغله من بالليل مثلا كده على بالخشب طبعا على نار هادية جدا، وتستوي تاني يوم على الظهر كده. معايا هنا كوارع جملي، ومعايا طبق كبير من البصل، حبتين بصل كبار كده، ومعايا زعتر وروزماري، دول اللي مفرزاهم، وشوية من فصوص الثوم. انا هديهم جرشة خفيفة كده قبل ما استخدمهم ان شاء الله. هاخد المكونات اللي معايا دي كلها، وطبعا كل حاجة مغسولة ومتقطعة زي ما انتم شايفين. هنزل بيها في مية مغلية، البصل والروزماري والزعتر، وكمان الثوم بعد ما اديته خبطة بسيطة كده عشان يطلع الريحة بتاعته، والكوارع بعد ما اتغسلت كويس جدا طبعا، وهسيبها على النار لحد ما تستوي. هنا بقى شوية من الخضار حمرتهم كده في معلقة زيت زيتون واحدة، وبعدين عليهم ربع كيلو من العدس، وبرضو اخد تشويح معاهم. هنا الكوارع استوت زي ما انتم شايفين معايا كده. هبدأ احط لها بقى التوابل الاخيرة اللي هي الفلفل الاسمر والكمون والملح بعد ما تستوي تماما يا جماعة، عشان الشوربة تفضل صافية وجميلة كده وريحة التوابل ظاهرة وحلوة فيها. شوحت الخضار والعدس، وبعد كده نزلت عليهم بشوربة الكوارع، واستوت معايا شوربة الخضار بالعدس مع شوربة الكوارع، وضربتهم في الخلاط ركنتها على جنب. وهنا بقى اخدت كوباية من الشعرية كده على معلقتين 3 زيت او زبدة زي ما تحبي، حمرتهم ونزلت عليهم بكوباية مية واحدة عادية. غلت معايا المية، وبعد كده نزلت بشوربة الخضار بالعدس اللي احنا عملناها وسلقناها وضربناها في الخلاط. وهزود هنا شوية من الكمون ورشة بسيطة من الفلفل الاسود وشوية من الملح، وسبتهم حوالي 5 دقايق لحد الشعرية ما استوت معايا. وكده جهزت معايا شوربة العدس الجميلة، ولكن ناقصها تست بسيط قوي، وهو نص كوباية من ورق الكزبرة الخضراء، الكزبرة او البقدونس، ولكن انا كان متوفر عندي البقدونس وبرده طعمه بيبقى جميل جدا فيها، لكن اساسي هي الكزبرة، حلوة قوي في الوصفة دي. وهنا الكوارع اهي، بس انا طبعا خليت على قد ما قدرت منها كده، وعملت شويه في شوربه من غير شعريه اللي مش حابب شعريه برضو، وكمان عشان يبقى طعمها احلى لما الكوارع بتفضل مع الشوربه كده وتاخد معاها غلوتين 3 بتبقى جميله جدا برضو. ده كان طبقنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش ابدا ابدا حاجتين، الحاجه الاولانيه هي اللايك، والثانيه هي العيش المحمص مع شوربه العدس، بتبقى جميله جدا يا جماعه. لو كنت وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع وصفات من مطبخ أميرة. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.